مريضنا هذا اليوم كان من محافظة السماوة. المريض حضر وهو يعاني من خدر الأطراف الأربعة، وكان قد شخص في مراكز أخرى على أنه انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية. بعد ما جينا فحص السريري أنه كانت حالة المريض ما تتطابق مع ما شخص به. أجرينا فحوصات دقيقة في مستشفى الكفيل. الفحوصات الدقيقة أظهرت أن وجود ورم عظمي داخل القناة الشوكية في الفندقة العنقية، هو اللي أدى إلى ضعف الأطراف والخدر كان موجود. تغيرت طريقة العمل وطريقة التشخيص بالكامل. أجرينا العملية واستطعنا رفع هذا الورم العظمي الموجود وحافظنا على الحبل الشوكي. الحمد لله المريض استعاد الحركة مباشرة بعد العملية ولا يعاني من أي ضعف عصبي. استفادنا من كانت موجودة بمستشفى الكفيل تشخيص أولاً، حيث كان التشخيص بالبداية تشخيص تماماً بعيد عن الحالة المرضية للمريض.